عمرك حسيت إنك بتتكلم مع شريك حياتك وكأنكم من كواكب مختلفة؟ أنت بتشرح بهدوء وتلاقيها فجأة بتعيط. هي بتحكي عن يومها وأنت قاعد بتقول في سرك إمتى تخلص؟ الكاتب جون جراي بيقولك أيوة، إحساسك صح. الرجالة فعلا من المريخ والستات من الزهرة. يعني حرفيا إحنا في كوكب وهم في كوكب تاني، والمشكلة إننا بنتخانق في المدار. أنا أحمد، ودي صفحة جديدة من قناة صفحات، ويلا بينا نبدأ قبل ما الكواكب تتصادم. من المريخ ومن الزهرة. الرجالة جايين من كوكب اسمه المريخ، بيحبوا المنطق، الصمت، وإصلاح كل حاجة حتى لو مش بايظة. والستات من الزهرة بيحبوا المشاركة، المشاعر، والحديث عن تفاصيل اليوم حتى لو كل اللي حصل إنها رجعت البيت. فالمشكلة بتبدأ لما الراجل يبقى مع زميله في الشغل وهي شايفاه أقرب واحد لبطلة مسلسل تركي، والنتيجة كل واحد فاكر التاني مش طبيعي، وهو في الحقيقة طبيعي جدا بس من كوكب تاني. الراجل بيدور على الحل. لو الست قالت أنا تعبانة من الشغل ومش قادرة أتعامل مع المدير، الراجل هيرد فورا سيبيه، وهي ترد يعني إيه أسيبه؟ أنا بحكي لك مش عايزة حل. هو فاكر نفسه باتمان بيحل المشاكل، وهي بس عايزة سوبرمان يسمعها ويطبطب. الحل؟ انت اسمع وهز راسك كل شوية وكأنك بتفهم حتى لو مش فاهم. الستات بتتكلم علشان تحس. الست ممكن تحكي لك قصة حصلت من 4 سنين وتقولك فاكر لما لبست الفستان الأزرق؟ وانت واقف محتار، مين؟ فستان؟ ازاي؟ امتى؟ انا كنت فين؟ لكن الحقيقة ان ده طبيعي جدا، لان الكلام عندها مش للتوثيق، ده للتفريغ العاطفي. يعني الحوار عندها زي جلسة علاج نفسي مجانية وانت المعالج الغلبان. السر؟ اسمع، ودي تعبيرات وش داعمة. يا ساتر، معقول؟ ازاي ده حصل؟ وصدقني هتعدي. الراجل ينسحب، الست تلاحق. الراجل لما يتوتر يدخل الكهف، كهف الصمت، يقعد ساكت يتفرج على الماتش أو يمسك الموبايل يتفرج على فيديوهات للقطط. تيجي الست تقول انت بتبعد عني، انت مش بتحبني، وهو يرد من الكهف انا بس عايز اروق دماغي. الحل؟ سيبيه في الكهف شوية، هيخرج لما يشتاق للنور أو للأكل. التعبير عن المشاعر مش ضعف. الستات عندهم 5 طرق علشان تقول أنا زعلانة. الرجال عندهم طريقة واحدة، أنا تمام. حتى لو قلبه بيولع يقولك أنا تمام. ليه؟ لأنه متعلم من زمان إن المشاعر ضعف، لكن الحقيقة اللي يعرف يعبر عن مشاعره أقوى من اللي بيكتم. الراجل اللي يقول أنا متضايق مش ضعيف، ده راجل ناضج. بس بشرط ما تبقاش كل يوم متضايق علشان المكرونة مسلوقة زيادة. خلاصة الموضوع، الراجل مش لازم يبقى نسخة من الست، والعكس. مش لازم نقعد نصلح في بعض كأننا عربيات خربانة. احنا مختلفين وده طبيعي. المهم نفهم بعض. لما تعرف ان اختلافكم مش عيب فيك ولا هي مجنونة، لكن كل كوكب ليه نظام تشغيل مختلف، ساعتها هتعرف تخلي الكوكبين يعيشوا في سلام. لو الفيديو ده حسسك إنك شفت علاقتك بتتعرض على الشاشة، يبقى شاركه مع شريك حياتك. لو تجرؤ واشترك معانا وسيب لي تعليق، انت من المريخ ولا من الزهرة؟ ودي كانت صفحة جديدة من صفحات. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.